الوصفة اللي عمرها ما حشمتني بوسو لا تمسو من بين الحلويات الجزائرية التقليدية اللي نحضروها في الأعياد وفي المناسبات. جبت لكم الوصفة ناجحة 100%، وشوفوا على عينيكم يدوب في اليد قبل ما يدوب في الفم، وريحة القارص اللي دارت حالة في الدار. بالنسبة للمقادير عندي هنا كمشة تاع لوز حمصتو، وكمشة تاني تاع الجلجلان، تقريبا 5 ملاعق كبيرة 5 ملاعق كبيرة راح نرحيهم في الرحيوة هذيك الصغيرة. ملعقة ونص تاع السكر عادي، عصير حبة ليمون، مبشور تاع 2 حبات ليمون، 125 غرام مارغرين ولا زبدة تكون طرية، 2 صفار بيض، و50 غرام تاع نشا. هنا راح نديرو لافاني والرشه تاع الملح، وبيان سور لا ليفور شيميك. في ان ريسيبيون نبداو على بركه الله، نحط صفار البيض، نزيد له الزبده، ونزيد له المغرف ونص هذيك تاع السكر، ونحطهم في البيتران باش يدوروا يعني يتخبطوا مليح حتى يوليو على شكل كريمه. وما تنساوش الرشه تاع الملح. هنا نجي باش نرحي الجلجلان اللي حمصته على نار متوسطه حتى نكسب هذاك اللون الذهبي، يعني ما تحرقوهش. نرحيوه رحيه خفيفه، يعني تقدروا حتى ما ترحيوش الجلجلان تخليوه حب، بس انا جو بريفير نرحيه. راح نزيد نرحي تاني اللوز تاعي اللي حمصته، تقدروا تعوضوه بالكاوكاو، يعني هذا اللوز للأمانة بقالي من العيد الصغير. هنا راح نرحيه كيما رحيت الجلجلان، ونوجدو اكوتي باش نكملوا الوصفه تاعنا. هنا هذه النتيجه تاع المكسرات بعد ما رحيناهم. نجيبوا الخليط تاعنا بعد ما ولا كريمي كيما راكم تشوفوا، هذه هي النتيجه. نبدا نضيف المكونات الاخرين اللي هما انشا ولا لا مايزينا، قلنا 50 غرام، ونضيف الكميه تاع اللوز والجلجلان اللي هما تقريبا 5 ملاعق كبيره تاع اللوز وتاع الجلجلان. ضفت لو زيست دو سيترون، وضفت 3 ملاعق كبيره تاع جو دو سيترون، ومغرف صغيره تاع لافاني السائله، تقدروا تعوضوها باللافاني يعني بودره. نخلطوا كل المكونات مليح حتى يتجانسوا، ونبداو في هذه المرحله نضيفوا الفارينه. الكاس هذاك تاع 220 مليلتر، نغربلوا الفارينه تاعنا. شوفوا هنا ضفت ربع ملعقه صغيره تاع لا ليفور شيميك، يعني على راس المغرف. بعد ما ضفت الفارينه ولا ليفور شيميك، هنا راح نستعمل يدي باش نخلط وباش نعرف القوام تاع العجينه. شوفوا البنات، العجينه لازم تكون طريه، ما تيبسوهاش باش تجيكم الحلوى طريه وهشيشه. انا هنا جبت الكاس الثاني، يعني الكاس الاول حطيته كامل، الكاس الثاني راني نضيف تدريجيا. ضفت نصف كاس، وراني نلم في العجينه، ما تعجنوهاش، غير بالاصابع تاع اليد تلموا العجينه تاعكم. ودائما يعني باش تعرفوا القوام مسوا العجينه بيدكم الاخرى اللي ما راكمش تخدموا بها. انا تقريبا ضفت شويه فارينه، 2 ملاعق كبار تاع الفارينه، وراني نلم في العجينه بهذا الشكل. الفيديو راهو يشرح في نفسه، وتبقى الفارينه على حساب كل فارينه تكون عندكم، يعني الفارينه اللي تكون عندكم ماهيش هي نفسها الفارينه اللي راني نستعمل فيها. انا هنا تقريبا ضفت 2 كيسان تاع الفارينه، وبقالي منهم شويه. دوك نوري لكم شحال بقالي من الكأس الثاني، باش هكا تعرفوا كيفاش يعني تتحكموا في كميه الفارينه اللي عندكم. هنا هذا هو القوام المطلوب، يعني كي نديروا كريه ما تلصقش في اليد، ونقدروا نشكلوها حربوش بهذا الشكل. هنا واش ندير، هذه الكميه تاع الفارينه اللي بقات لي من الكاس الثاني، غطيها ببابي فيلم، ندير حربوش على حساب واش رايحين تستعملوا، ونبدا نشكل في الحربوش تاعي، نروليه مليح، ولازم تضيروا بيديكم باش ما يتحللكمش الحربوش، يعني يكون متماسك، لانه العجينه راهي طريه. نبقى انا ندور نرولي حتى
نتحصل على الحربوش اللي راني حباته. العلو اللي راكم حابينه تحبوا ديروه عالي بزاف، الحبه ديروها كبيره ولا صغيره ولا متوسطه. انا كما تعرفوني اللي راهم يتبعوني ما نديرش الحلويات كبيره، يعني ما نحبش الحبه تاع الحلوى تكون كبيره بزاف، نحبها تكون هكا ظريفه متوسطه. هنا نشكل حبه وهذيك الحبه نقيس عليها بهذا الشكل للمبتدئات، واللي يعرفوا راهي عينهم ميزانهم، يعني يقدروا يشكلوا الحبة الحلوى بعينهم، يعني يقيسوا بعينيهم. هنا نبدأ نسوي في الأطراف تاع الحبة تاع بوسولة مسو ونشكلها مليح باش يعني نحطها في الصينية اللي راح تروح للفور. الفور نكونوا سخناه على 180 درجة مئوية مسبقا مدة 10 حتى 15 دقيقة باش ندخلوا لو بلاطو تاعنا، وما نخليوش يعني الحلوى تاعنا طيب بزاف. ماكسيموم انا طيبتها واحد 14 دقيقة 14 دقيقة، تحمرت من التحت وخدات اللون الذهبي من الفوق وخرجتها. هذه هي النتيجة تاع الطياب كيفاش جات. الكمية هذه تاع 125 غرام زبدة ولا مارغرين اعطتني تقريبا 17 حبة متوسطة كما راكم تشوفوا. هنا نروحوا للتسكر. شوفوا انا هنا واش درت. السيرو درت عصير حبة تاع الليمون، والسيرو هذاك اللي درته في الشرك المسكر، يعني درت شوية من هذاك السيرو اللي هو كاس سكر مع 2 كيسان ماء مع شريحة تاع الليمون، وتخليوه يغلي مدة 5 دقائق وتطفيو عليه. بعد ما يغلي تحسبوا 5 دقائق وتطفيو عليه. اديت من هذاك السيرو شوية وضفت له عصير حبة تاع الليمون يكون بارد. هنا واش نديرو؟ نغطسو فيه الحبة تاع بوسولة مسو، نشفوها مليح ونحطوه في السكر غلاس اللي يكون مغربل بهذا الشكل، نخليوه 5 دقائق ونجيو نحيو الزائد تاع السكر غلاس. كما راكم تشوفوا الفيديو راهو يشرح في نفسه غير بالكف تاع اليد كما نخدموا مقروط اللوز. نحيو هذاك الزائد كامل تاع السكر غلاس، وكي نجيو نحطوه في الكيسات نرشوا عليه رشه خفيفه تاع السكر غلاس. بالنسبه الناس اللي ما يحبوش السكر بزاف ما يديروش هذه المرحله، يعني يخليوه غير يعني ماهوش معمر بالسكر، ويحطوه في الكيسات. ونتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. جربوها واكتبوا لي في التعليقات. ما تنسونيش لايكاتكم وتعليقاتكم المحفزة مهمة جدا بالنسبة لي، وتشجعني باش نزيد نحط لكم وصفات واحد اخرين. نقول لكم صحة عيدكم، تعيدوا بالصحة والهنا، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة. سلام.